السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله نتكلم عن الانفيرس فانكشن او الدالة العكسية وازاي نقدر نجيبها وايه اهميتها. مبدئيا كان الانفيرس فانكشن او الدالة العكسية دي عبارة عن دالة بتلغي او بتعكس تأثير الدالة الأساسية او الدالة الأصلية. طب احنا ازاي نقدر نجيبها من الايكويشن او من المعادلات والجبر يعني؟ احنا مبدئيا كده هنشيل النوتيشن بتاع الدالة الأصلية ونحط واي، نشيل اوف فيكس ونحط واي. تاني حاجة نبدل المتغيرات او variables. تالت حاجة احنا بنسولف الايكويشن لواي، يعني بيجيب الواي في طرف لوحدها. اخر حاجة احنا بنشيل الواي ونحط النوتيشن بتاع الدالة العكسية اللي هو f to the power negative 1x. ده كده بالنسبة للايكويشنز. طب بالنسبة بقى للجراف او اللي هو رسم بياني، احنا طبعا في اي دالة f of x مثلا بتساوي x بلس 1 هيبقى ليها دومين وهيبقى ليها كودومين. احنا طبعا مش هنفضل كل شوية نعوض وكده. هو طبعا بيبقى الرسمة جاهزة، بس عايز اوصل حاجة، بس فكرة معينة. مبدئيا كده طبعا اكيد هيبقى لها كوردينيتس معينة وليها نقط يعني بيانية معينة. مثلا يبقى 1 و 2. احنا طبعا لما نيجي نعوض في الدالة دي ويبقى معانا 2 و 3. احنا كل اللي هنعمله بعد ما نجيبها من رسم بيان النقط دي، احنا هنعكس الاكس والواي في كل النقطة ونعوض بيها عادي. هنرسم كده في الحالة دي ال f to the power negative 1 او الدالة العكسية، وانا هثبت لكم الكلام ده دلوقتي. فهنا 2 1 وهنا يبقى 3 2. دول كده نقطتين بيحققوا ال f to the power negative 1 x. احنا بقى دلوقتي هنيجي طبعا الانفيرس فانكشن بتاع الاكس بلس 1 هيبقى ال x minus 1، هتبقى x minus 1. احنا بقى نيجي نعوض ب 2 هيدينا 1، هنيجي نعوض ب 3 هيدينا 2. ودي النقطة اللي كانت موجودة من الأول. فاحنا بدل ما نجيب الدالة ونفضل نعوض، كل اللي نعمله ان احنا نعكس الاكس والواي في كل نقطة بيانية وكل كوردينيت يعني من الآخر. طب بالنسبة للتيبل، ودي طبعا باب من العلم بالشيء أو باب المعرفة بالشيء يعني، احنا كل اللي بنعمله ده الدومين صح، هيبقى هنا الرينج، وده هنا الرينج هيبقى هنا الدومين من الآخر. يعني هو ده كده بالنسبة للتعريف، واحنا برضه عايزين نأكد الكلام ده. Inverse functions are functions which reverse or undo another function. To write the inverse of the function if we use the notation أو الترميز f to the power negative 1. ودي طبعا الخطوات احنا كل اللي بنعمله يعني ان احنا نشيل f of x ونحط y ونبدل متغيرات ونشوف ال y بتساوي كام ونحط ال f to the power negative 1. احنا عايزين نحل المثال ده. هنا f of x بتساوي 2x minus 7، يبقى ال y هتساوي 2x minus 7. اول حاجة هنبدل المتغيرات، يبقى ال x هتساوي 2y minus 7، يبقى ال x plus 7 هيساوي 2y، يبقى ال y هيساوي x plus 7 over 2. فده كده بالنسبة لأول مثال. احنا برضه عايزين نشوف احنا عملنا ايه. اه f to the power negative 1 x يساوي x plus 7 over 2. احنا مبدئيا كده شلنا ال f of x وحطينا y بتساوي 2x minus 7. ده اللي حصل هنا. بعدها بدلنا متغيرات، ال x هتساوي 2y minus 7، وودينا ال 7 الناحية التانية، يبقى x plus 7 هيساوي 2y. قسمنا الطرفين على الاتنين، يبقى ال x plus 7 على 2 ده اللي بيساوي ال y. وفي الآخر وصلنا للحل النهائي أو ال inverse function. هنا هنعمل نفس اللي عملناه فوق. أول حاجة هنحط y بتساوي 3 على x minus 2، هنبدل المتغيرات، يبقى ال x بتساوي 3 على y minus 2. بعديها طبعا نعمل طرفين في وسطين، يبقى ال xy minus 2x هيساوي 3. هنودي ال 2x الناحية التانية، يبقى xy بيساوي 3 plus 2x. هنقسم الطرفين على x، يبقى هنا x هنا x تطير مع ال x، يبقى ال y هيساوي هنا طبعا ال f to the power negative 1 x هيساوي، هنبسط الشكل ده عادي خالص، 3 على x، هنوزع البسط على المقام 3 over x plus 2. يبقى احنا كل اللي عملناه شلنا f of x وحطينا y، بدلنا متغيرات، جبنا ال y بتساوي كام، وفي الاخر خالص كتبنا عادي ال inverse function. ده كده بالنسبة للمثال التاني. وبالنسبة بقى للمثال التالت، f of x بيساوي x minus 5 على 3. احنا هنبسط المثال ده، يبقى ال y يساوي 12x minus 5 over 3. هنبدل المتغيرات، يبقى ال x هيساوي 12y minus 5 over 3. بعديها هنودي ال 5 over 3 الناحية التانية، يبقى x plus 5 over 3 بيساوي 12y. هنضرب الطرفين في 3 أو في 3، يبقى 3
3x بلس 5 هيساوي y. وده كده بالنسبة لل f to the power negative 1 بتاعت المثال التالت أو ال inverse function بتاعت المثال التالت. طب بالنسبة للمثال الرابع، احنا نبدل المتغيرات على طول نختصر الوقت. يبقى ال x هيساوي 2y minus 3 على y plus 1. هنعمل طرفين في وسطين، يبقى ال xy plus x هيساوي 2y minus 3. هنجيب ال y في طرف لوحدها يبقى 2y minus xy 2y minus xy هتساوي x plus 3. ناخد ال y عامل مشترك، يبقى ال y يعني طب يبقى معنا 2 minus x هتساوي x plus 3. نقسم الطرفين على 2 minus x، يبقى دي كده بالنسبة لل f to the power negative 1x بتاعت المثال الرابع هتبقى x plus 3 على 2 minus x. طب ايه هي بقى أهمية ال inverse functions أو الدوال العكسية؟ طبعا في المال احنا طبعا بنيجي، معلش حصل مشكلة في الصوت، نيجي نحول من الجنيه للدولار بنضرب في رقم معين، احنا الدالة العكسية هنقسم على نفس الرقم، وكده احنا بنكون حولنا بين العملات، وده في المال. في التكنولوجيا طبعا طبعا الجذر واللوغاريتم دي الدوال العكسية بتاعة الأسس، فبتبسط لنا بعض العمليات يعني لما احنا نيجي نجيب الدوال العكسية. وفي الملاحة أو في الجي بي اس يعني احنا طبعا في دوال احنا بنستخدمها عشان نجيب مسار، الدوال العكسية بقى بتاعتها دي بتاعت مسار جوه نفسه من مكان ب لمكان ألف. وطبعا في الطب الإشارات الكهربائية دي بتترجم لأرقام اللي هي الضغط والسكر والكلام ده، الدالة العكسية بقى هتجيب من الإشارات الكهربائية، فده برضو في الطب وطبعا في الطبخ وفي الحركة. المهم انها ليها تطبيقات كتيرة جدا يعني. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملنا بلايك او اشتراك او شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.